يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا كلها. منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلك على طول. طريقة النهاردة الغريبة بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها سهلة جدا، موجودة في كل بيت. شايفين الغريبة عاملة ازاي؟ زي بتاعة زمان بالظبط، طعم وريحة وجمال، مرملة تاكليها تدوب في بقك دوبان. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام علشان اقول لكم طريقه الغريبه ايه. الغريبه بتحتاج لثلاث مكونات بس: سمنه وسكر ودقيق، ما بتحتاجش غير كده. وطبعا بتطلع معاكي، اتبعي بس المقادير مظبوط وهتطلع معاكي غريبه دايبه في البق دوبان. اول خطوه بقى عشان تطلع الغريبه ناجحه معاكي، لازم تكون السمنه مخرجاها من الفريزر. يعني تجيبي الكوبايه المعياريه اللي هتعملي بيها المكونات وتعايري بيها السمنه، وبعد كده تفضيها ببوله او تدخليها في الكوبايه اللي هتعملي بيها وتدخليها الفريزر تجمد معاك. يعني شوفوا مسافه ما خرجتها من الفريزر كانت شويه اللي فوق سحوا معايا، ونزلت كده بالعجان على سرعة بطيئة وبعد كده عليت السرعة عشان عايزة لون السمنة يبقى أبيض كده وكريمي. طبعا المكونات 4 2 1، يعني كلها نصاص: 4 دقيق، 2 سكر، 1 سمنة. بعد ما وصلت القوام اللي أنا عايزاه ضفت كده باكت من الفانيليا. دي الكوباية المعيارية اللي أنا بستخدمها، بس هنا مش هستخدم 2 كوباية سكر، لا انا هقلل شوية عن الاتنين، يعني 2 اللي حاجة بسيطة كده من السكر البودر. لو عندك سكر بودر صحناه في البيت لازم تنخليه. لو شارياه من المحل هضيف السكر البودر للسمنة وارجع تاني اضربهم بسرعة بطيئة وبعد كده اعلي سرعة العجان. انا عايزة حوالي ربع ساعة، كل شوية اشغل وافصل على ما يديني القوام اللي انا عايزاه. طبعا الفيديو ده كان لازم انزله قبل العيد، بس للاسف في ظروف كده حصلت لي ما قدرتش انزل اي حاجة خالص قبل العيد، لاني كنت صايمة ال10 ايام وما كنتش عندي وقت خالص. اهو شايفين القوام زي الكريم شانتيه بالظبط. فمعلش بقى ان انا اتأخرت عليكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. علشان الغريبة بتطلع معاكي طعمها حلو قوي قوي، ضيفي معلقتين من لبن البودر هيخلوا معاكي الغريبة في مكان تاني خالص. ضيفيها كده وهتديلك طعم جميل جدا للغريبة. طبعا السمنة اللي انا استخدمتها بلدي على نباتين، عايزة تستخدمي كلها بلدي مش مشكلة، حسب الحاجة اللي موجودة عندك. ممكن تستخدمي نباتين وتضيفي ريحة السمنة البلدي عادي. عندك سمنة بلدي عادي كوباية واحدة بس للاستخدام. اعاير بقى الدقيق يكونوا 4 كوبايات. شايفين ما يكونش يعني مكبسهم ولا حاجة، لا بعاير بالمعلقة بس 4 كوبايات، وبقلب بقى كده بالسباتولا وبعد كده بقلبهم بايدي بقى. في الغريبة ممكن تستخدمي كوباية او بولة او اي حاجة عندك تعايري بيها نفس المقاسات بالظبط. انا مرضتش اشتغل بالجرام بالميزان، يعني علشان مش كلنا موجود عندنا الميزان. فكانوا ايام زمان ما كانوش بيستخدموا لا كوباية ولا ميزان ولا اي حاجة، وكانت الحاجة بتطلع ببركة ربنا زي الفل. نقلب بقى ونلم الدقيق خالص، ما نخليش الغريبة فيها دقيق خالص. طبعا الغريبة نجاحها ان لازم تكوني وانتي بتعجنيها كده يكون بتلزق في ايدك. لو لزقت في ايدك بالشكل ده اعرفي ان الغريبة هتطلع ما شاء الله معاكي ناجحة جدا. غطيتها بقى كده بجراب واديت لها تيست كده عشان اجرب معاكم واحدة كده او اتنين. شايفين والله بجد كأنها قرصة في ايدي بالظبط، ولا تشقيق ولا اي حاجة خالص. اوريكم كمان واحدة اهو. انا ما فصلتش الكاميرا ولا زودت اي حاجة خالص، بأمانة ربنا والله قدامكم اهي. ان شاء الله لو كان فيها اي خطأ او اي عيب كنت ظهرت لكم على طول. هغطيها بقى وارجع لكم تاني. انا كنت عاملاها قبل العيد بيومين، فبجد والله من حلاوتها خلصت قبل ما العيد يجي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريكم بقى اهو.
لازم اول حاجة برضو عشان تشوفيها هي نجحت معاكي او هتشقق او فيها اي حاجة، اعملي كده واحدة ولا اتنين في صينية صغيرة كده قبل ما تبدأي شغل خالص. طلع والله ما شاء الله سكرها مظبوط وطعمها حلو قوي، ودايبة زي ما بقولك كده في البق، ما بتلزقش في البق ولا اي حاجة خالص اهو. خلاص بقى انا عرفت ان هي بقت كويسة وناجحة، جبت الصاج بقى وقعدت كده مع نفسي اعملها بقى كده. كوريها بقى كور صغيرة خالص علشان يبقى شكلها حلو كده في التقديم. وبصراحة لا فرشت في الصينية ولا زادت ولا اي حاجة خالص، من اول ما عملتها زي ما خرجتها خالص في الفرن من الاخر. طبعا اكمني كنت بعمل لوحدي، كنت بعمل المقاس مظبوط بالشكل ده كده. هي غلبتني شوية بس مش مشكلة. بالنسبة للمكونات 4 2 1. بالنسبة للتسوية أشغل الفرن مسبقا على 180 درجة، وبعد كده أهدي الحرارة خالص وأدخل الصاج. ما بتاخدش معايا بالظبط يعني أقل ولا أكتر من 5 دقايق. الغريبة ما بتحتاجش نار عالية وما بتقعدهاش في الفرن كتير، يعني بتيجي كده تلمسيها بصباعك كده بتلاقيها طرية من فوق، ما تخافيش هي كده بيكون استوت. فخرجيها من الفرن وسيبيها كده بره. وبعد كده ما شاء الله ال4 كوبايات عملوا معايا كمية حلوة قوي، يعني عملوا معايا كده 3 صاجات، صاج من الكبير ده وصينيتين من المدورين. لو عايزة بقى تضعفي الكمية تعملي كوبايتين من السمنة، 4 كوبايات ناقصين شوية كده، كل كوباية ناقصة شوية من السكر البودر، 8 كوبايات من الدقيق لو عايزة تضعفي الكمية، وهيطلع معاكي كمية ما شاء الله عليها. بس هنا انا استخدمت كوباية واحدة بس من السمنة وعملت كمية حلوة. وانا بعملها على طول، يعني بتاخدش مني وقت ومش مكلفة خالص، واحنا بنحبها جدا. والدقيق بتاعك يكون كويس متعدل الاستخدام يعني، او دقيق خاص بالكحك والبسكوت من عند العطار، قولوا انا عايزه دقيق خاص بالكحك والبسكوت، بيفرق طبعا معاكي في الطعم. ده كده اول صاج خلاص. طبعا مش هنسيبها كده بقى، لازم نزينها، عايز تعمليها ساده كده مش مشكله. انا هنا بقى شكلت الكميه كلها عشان اللي حابب باللوز او بالبندق او بالكريسبات، اللي ياكل حاجه بقى من اللي بيحبها ياكلها. شغلت بقى الفرن كده على 180 درجة على ما يسخن، يكون خلصت كده التزيين. اهم حاجة تضغطي ضغطة بسيطة خالص، يعني ما تضغطيش قوي. وممكن بقى تعملي صاج يكون سادة خالص، بحيث اللي ياكل حاجة من اللي بيحبها ياكلها. ودي كانت الصينية برضو التانية، هو عامل معايا صاج وصينيتين مدورين، يعني كمية ما شاء الله. تسوية الغريبة سهلة وبسيطة، يعني لو كنت بتخافي منها يعني فهي سهلة. فهي ظهرها من تحت زي وشها من فوق، يعني هي بتكون بيضة من تحت وبيضة من فوق. وكده بعد ما خرجت من الفرن سيبيها بقى خالص لما تبرد، وبعد كده شيليها من الصواني. شايفين الكمية بتاعتها والله ما انضعفت خالص ولا جرالها اي حاجة خالص اهو. طبعا الغريبة وهي خارجة من الفرن بتلاقيها كده بتلزق معاكي وتحسي ان هي ما استوتش. لما بتسيبيها بقى فترة بتشوفي الجمال اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم بقى؟ الحلاوة دي والجمال دي فعلا غريبة دايبة دوبان، والله مش هقدر اقولك، مش هتقدري تقاومي طعمها وجمالها.
السمنة البلدي وريحتها قلب البيت قلبان وطعمها يجنن. شايفين حجم الغريبايه؟ ولا كانت ضعف خالص ولا زاد ولا جراله اي حاجة خالص. حط الطريقة في دماغك، 4 2 1، مش هتنسيها ابدا، ب3 مكونات بس. اول ما تفتكر ال4 وال2 وال1 تفتكر الغريبة على طول. وهنزل لكم ان شاء الله البسكوت، كنت عاملاه برضو بس ملحقتش ان انا انزله. ربنا يجعله كده عيد سعيد عليكم، ويجعل الايام كلها خير وسعادة على الامة الاسلامية كلها يا رب. خرجت البلكونة بقى اوريكم الجمال دي في نور ربنا كده، اوريكم منور ازاي. ودي كانت طريقتي في الغريبة. لو بتعمليها بقى بنفس طريقتي كده ابعتيلي في التعليقات، ولو لسه ما جربتهاش جربيها وقولي لي ايه رايك فيها، وجربتيها بنفس المقادير بتاعتي ولا لا. وهي طريقه ناجحه، وانا ما بنزلش الحاجه غير لما يكون متاكده ان هي ناجحه وتقدري انك تعمليها. لو الخطوات بتاعتك مظبوطه الغريبه بتاعتك هتطلع احسن من بتاعتي كمان. السمنه لازم تكوني مخرجاها وقت الشغل على طول من الفريزر، يعني تسيحي السمنه وبعد كده تعيريها وتدخليها الفريزر. السكر لازم تصحنيه وبعد كده تعيريه بودر. وكده بقى هتطلع معاكي احلى غريبة ودايبة كده في البق دوبان. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسونيش كده في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزلك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.